السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. يمكن صار لي أكثر من 10 أيام ما طلعت، وواضح على الوجه يعني الحزن، لكن أنا مستبشر لأن الله جل جلاله وعده الحق لا يخلف الميعاد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فأسأل الله جل جلاله أن يقر عين كل موحد كل مؤمن بما يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، والله عز وجل ينصرنا على عدوه وعدوهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام. أنا اليوم كانت عندي زيارة أخوية لطيفة جدا، مدرسة أحمد الربعي عند أخوي الحبيب الشيخ عبد العزيز الملا أبو أحمد، هو مدرس تربية إسلامية. فودي أن يبين لي يعني المقطع اللي أسأل الله عز وجل أن ينتشر خاصة بين أوساط المعلمين، ويا ليت تنشرون هذا المقطع حق أي واحد مدرس، مو شرط تربية إسلامية، فيزياء، أي مدرس في سلك التعليم، دزوا له هذا المقطع. لأني أنا بسأل أبو أحمد بقول له شنو واجب المعلم في هذه الأيام، شنو لازم يسوي حق الطلبة، لأن تحت آلاف مؤلفة من الطلبة، شنو لازم يسوي بهالفترة. أسأل الله جل جلاله إن ينفعنا يا رب بالكلام اللي بيقوله، وإن شاء الله يا رب يا كريم تنتفعون أنت وفيه وينتشر يا رب. الله يمسي عليك بالخير يا حبيب أبو أحمد. مرحبا أبو عبد العزيز، حياك سعيد بشوفتك، عسى ربي. الله يحييك وأنا أسعد حبيبي. إحنا ما راح نطول، بس أبي أسألك يعني إحنا الحين في ظل هذه الموجة من الحزن اللي إحنا فيها، لكن أنا مستبشر أبو أحمد. نعم. شنو الواجب علينا كمعلمين؟ مثل ما أن هناك حرب عسكرية وهناك حرب إعلامية، هناك حرب تربوية. عجيب. بتوريث أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة تجاه هذه القضية. علم طلابك وجوب نصرة المسلمين، علمهم حرمة التخاذل، علمهم أن الدفاع عن المقدسات، عن الدين، عن الأرض، عن العرض، أن هذا من الجهاد وأن هذا شرف. علمهم معنى الموت في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. علمهم أنهم ما يتعاملون مع الباطل، ولا يتقبلون الذل، ولا يألفون الظلم. علمهم أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. علمهم فاتقوا الله ما استطعتم. الله أكبر. الجهاد بالكلمة، بالمال، أن يكون لوجودهم في وسائل التواصل الاجتماعي معنى أكبر من مجرد استخدامه كأداة للمتعة. الله. نشر هذه القضية والتفاعل فيها والتفاعل معها، هذا كله بإذن الله تعالى يكون ضمان. المعلم، أنا أقول المعلم هو مندوب المسلمين على عقول أبنائهم. الله. هو الضمان لبقاء هذه القضية وتوارثها بين الناس جيل عن جيل. فالمعلم في صفه محارب. الله. تدري أبو أحمد، على الطاري هذا، أنا الحين يعني من متى خالص أنا المتوسطة، يعني تكلمت يمكن الحين 20 سنة من إحنا خلصنا المتوسطة إلى الآن، يعني فيما أحسب حبي لفلسطين وللأقصى ولهذه القضية بسبب معلم. نعم. معلم كان صادقا في طرحه، كان يعني ما أنسى إلى الآن دمعاته، وخاصة كان بوقتها الله يرحمه برحمته كان يوم يقتلون الدرة. نعم. الطفل اللي كان يم أبوه. معروف. فمن هذه اللحظة اشتعلت في روحي وفي قلبي هذه القضية. يا سلام. وأسأل الله عز وجل لا تنطفئ. آمين. شوف، هذا معلم صادق كان لوجوده بالفصل معنى أكبر من أنه يحشو عقول أبناء المسلمين بالمعلومات فقط. الله. هذا الدور، حشو العقول بالمعلومات، ترى ممكن يكون بدال عنك جهاز آلي. الله. المعلم رسالته أكبر من ذلك بكثير. الله يرضى عنك ويسعدك دنيا وآخرة أجمعين يا حبيبي، ويجبر مصابنا جميعا. آمين. ويقر عيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. آمين. آمين. جزاك الله خير يا أبو عبد العزيز، وشرفتنا وأسعدنا بهذه الزيارة. حياكم الله. شكرا.